مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. أنت لو طالب دبلوم فني سواء زراعي أو صناعي أو تجاري، دلوقتي يا جماعة ممكن تخش الكلية اللي أنت عايزها، سواء زراعة أو كلية هندسة أو كلية حقوق أو أي كلية اللي أنت عايزها. يا جماعة دلوقتي المجلس الأعلى للجامعات عامل فرصة كويسة جدا اللي أنت ممكن تخش تمتحن مجموعة مواد، سواء دبلوم زراعة أو دبلوم تجارة أو معهد اللي هو المعهد بعد الدبلوم سنتين او اي حاجه من ديت. ممكن تخش دلوقتي كليه الهندسه او كليه الزراعه او كليه التجاره او كليه الحقوق. تقدر تخش كل الكليات دي كلها كليات حكوميه. تقدر تخش الكليات الحكوميه بدل ما تدفع فلوس في الجامعات الخاصه وتدفع فلوس في المعاهد العليا. تقدر تخش الكليات ديت ببلاش خالص. انت بس كل اللي عليك اللي انت بتخش على موقع المجلس الاعلى للجامعات، وفي مجموعه امتحانات هي زي حوالي 4 مواد او 5 مواد على حسب التخصص بتاعك، سواء انت زراعه او تجاره او دبلومات فنيه. تقدر تخش دلوقتي تمتحن في المواد ديت ليها ميعاد معين. لازم دلوقتي تخش على الموقع وتسجل في المواد ديت، وتسجل في المواد دي وتعرف المواد اللي عليك ايه بالظبط وتخصصك ايه بالظبط عشان تاخد المواد موجودة. يعني المادة العلمية اللي انت بتمتحن فيها موجودة على الانترنت، موجودة على موقع المجلس الأعلى للجامعات. كل ما عليك بس اللي انت تسجل في الموقع، واول ما بتسجل بتعرف ميعاد الامتحان بتاعك، او في النطاق الجغرافي تبقى كلها في الجامعات، سواء جامعة القاهرة سواء عين شمس او اسيوط، على حسب الموقع الجغرافي بتاعك بتروح تمتحن فيها المواد ديت. وبتعمل تنسيق عادي خالص وبتخش الكلية اللي انت عايزها، سواء انت لو كنت دبلوم زراعة نظام 5 سنوات او دبلوم زراعة نظام ال3 سنوات، بتخش عادي خالص وبتروح تمتحن في مجموعة مواد، سواء طبيعة بحساب مثلثات جبر، بتمتحن لغة. مجموعة المواد دي سواء برضو انت لو كنت دبلوم صناعة او زخرفية او ميكانيكية او حسب الدبلوم بتاعك، بتروح برضو تمتحن مجموعة مواد لها جبر وفيزياء وكيمياء ولغة انجليزية. بتروح تمتحنهم عادي خالص اما بتقدم على الموقع وبتروح تمتحن. وبعد كده بتعمل التنسيق بتاعك وبتخش كلية الهندسة او كلية الحاسبات والمعلومات. كل الكليات دي بتخش حكومي يا جماعه، عشان بس تبقوا عارفين يعني. بيبقى معاك التنسيق بتاعك، بيبقى ليك فرص اكتر، واللي بيبقى ليك فرص ان انت تخش التخصص اللي انت عايزه والقسم اللي انت عايزه في الكليات، بدل ما تخش جامعات خاصه وتدفع مصروفات كتيره جدا. يعني بأقل المصروفات وبحاجات بسيطة جدا انت ممكن تعملها دلوقتي التقديم شغال، يعني شغال على الموقع، وهنسيب لكم اللينكات كلها على الموقع في تحت الفيديو. واتمنى يعني انت لو عندك صاحبك وعندك زميلك وعايز تخش الكليات اللي احنا قلنا عليها، سواء زراعه تجاره، كليه هندسه، كليه نظم وذكاء صناعي، كل الحاجات دي يا جماعه خاصه بالدبلومات. خش على موقع المجلس الاعلى للجامعات وهتلاقي مجموعه اللينكات دي بالكامل، وبرضه هنسيبها لكم تحت الفيديو في الديسكريبشن. ونتواصل مع بعض، وحاول تتواصل مع زمايلك والناس اللي عايزه تخش كليات ومش عايزه تخش معاهد ومعهاش فلوس. يعني انت لو معكش فلوس وعايز تخش كليات حكوميه وعايز تخش تخصصات انت بتحبها وحاجه يعني انت يعني دي كانت نفسك وامنيه ليك، خش يا جماعه دلوقتي على موقع المجلس الاعلى للجامعات وخش الامتحانات ديت. وباذن الله خير، وهتقدم طبعا زيك زي بتاع الثانويه العامه. اللي عمل التنسيق بتعمل التنسيق بتاعك طبعا، وبيجي لك كليه الهندسه او كليه الزراعه او كليه التجاره او كليه الحقوق. كليات طبعا كلها من الكليات الحكوميه بيكون افضل كتير، وبتوفر على نفسك طبعا مصاريف كتير، وبتوفر على نفسك سواء انت دخلت جامعه خاصه او معاهد عليا خاصه طبعا بمصروفات، او حكومه بمصروفات، بتوفر على نفسك كتير طبعا. وبتفرق معاك طبعا في التخصصات. انت مثلا لو انت عايز تخش تخصص سواء بتاع حقوق او بتاع زراعه بالاقسام بتاعتهم، سواء في كليه هندسه طبعا بالاقسام بتاعتها، بيكون معاك فرص اكتر اللي انت تخش التخصصات دي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو بتشوفنا اول مره ما تنساش تشترك في القناه، ويا ريت تفعل جرس التنبيهات عشان توصلك اشعارات بفيديوهاتنا باستمرار. ولو عندك اي سؤال او عندك اي استفسار باذن الله سيبه لنا تحت الفيديو في التعليقات، هنحاول ان احنا نرد على استفساراتكم كلها باستمرار، وباذن الله نجيب لكم كل المعلومات تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.